التمرين اللي بنتمرنه بالحديد وبالاجهزه بيساعدك ان يكون جسمك قوي وشكلك وادائك في شغلك بشكل عام يبقى كويس، لكن لسبب ما اكلك بيكون مش كفايه عشان يخليك تخس، لان ساعات بيكون كميه الاكل ونوعه مش ماشي مع الهدف بتاعك. هنا انت بتزيد عشان اكلك اكتر من حرقك، فمعنى كده لازم وزنك يزيد. عايز انزل الوزن يبقى انا هنا لازم ازود مجهود. مش هقول لك قلل الاكل ان ده ممكن يكون صعب عليك دلوقتي، خلينا منطقيين ونشوف ايه اذكى طريقه ممكن ازود بيها المجهود بتاعي. ببساطه هي انك تزود المجهود عن طريق الكارديو، لان تمرينك مهما زودت في شدته ووقته فبيبقى ليه حدود مش هقدر ازود فيها علشان النتيجه بتاعتي ما تبقاش عكسيه، بس في نفس الوقت نقدر نزود المجهود من غير ما يكون فيه النتائج السلبيه دي. هنا بيجي دور الكارديو، لاننا بنحتاج نعمل كارديو عشان نزود من الحرق بتاعنا ونزود مده وشده التمرين من غير ما نزود الهد والعوائد السلبيه. وبما انك ما شاء الله عليك بتاكل كويس ومفيش عجز في السعرات مقارنه بالمجهود اللي بتعمله دلوقتي، فانت كده مجهودك هيزيد وده فين، فبالتالي احتماليه ان وزنك ينزل هتكون احسن واسهل. ولو قررت تطبق النصيحه دي بلاش فكره ان انا هعمل كارديو امري لله، لان تمارين الكارديو زي الحديد، انت محتاج تاخدها بالتدريج وتستمر عليها عشان تضمن استمراريه النتيجه بتاعتك. واهم حاجه من كل ده ان انت تكون واثق وفخور من كل خطوه بتاخدها في اتجاه هدفك، ويكون عندك ايمان ويقين في قدراتك بيها، وبفضل الله تقدر توصل للي انت عايزه.